انا واحد من الناس اللي اتقال لي ايه، اختك تقوم تعمل لك شاي وهي قاعده، واختك تقوم تعمل لك الاكل، إمم. وانا اصلا مش شغال، ما بشتغلش وهي بتشتغل، وبتيجي من موظفه إمم. وتخلص شغلها وانا قاعد في البيت بكلم صاحبتي في الموبايل، واختي بتعمل كل حاجه. أنا عارفة إن حضرتك دايمًا شايف إن الستات هم السبب أصلًا إن خلّوا الراجل يكون كائن ذكر مش الجيل راجل القديم، بمعنى مش الكلمة. الجيل ده، الجيل القديم، امهاتنا الجيل هم القديم. اتربوا على فكره ان الراجل هو نصف اله، هو ده اللي بيحرس الارض، وهو إمم. ده اللي بياخد بالطار، وهو ده فاتربى في المنتاليتي بتاعهم ان الراجل ده هو حد. بالدليل ان انت عارفه زمان كان لو اللي ما يخلفش ولد ده كان يعتبر عار، يعني إمم. انا امي إمم. خلفت 3 بنات عشان تجيبني مصيبه يعني، لازم نجيب ولد في الاخر، ما ينفعش. صح، بس فاهمه؟ عارف اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده لفت نظري لحاجة مهمة جدًا لازم نوعي كمان الأمهات عليها، إن اللي خلّى الموضوع ده يستمر، المعاملة اللي هي الدونية أو المعاملة اللي فيها تفرقة، مم. هي صورة الأم عن نفسها. الله، يعني من حلو قوي ده. الآخر اه. أنا عارفة إنه البنت بتطلع بتقلد صورة الأم. فهي الأم لو قابلة على نفسها الإهانة أو شايفة لأ إن الراجل هو اللي يبقى كذا، إحنا درجة تانية الكلام ده، البنت بتطلع شبهها طبعا فبتدور على هذا النموذج. هتورث لها الفكره، عندك حق فعلا. فالست دي اللي بتعمله لنفسها بنتها هتعمله لنفسها.